السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزي ما عرفتكم في الجزء الأول في الحلقة اللي فاتت إن المصارع لما بيتهور أو يشوف نفسه على المصارع اللي قدامه أو يتمادى عليه في الحلبة ده ما بيعديش بالساهل، وهنا بيكون في الريسيت أو وصل الأمانة اللي بين المصارعين، والمصارع الغلطان لازم يسدده. تعالوا نكمل ونشوف مين المصارعين التانيين اللي تمادوا أو غلطوا ودفعوا حق غلطهم. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ويلا بينا. ونبدأ برقم واحد معانا برون سترومان. كان بيلعب ماتش ثلاثي قدام بروك ليسنر وكين على حزام اليونيفرسال تشامبيون في عرض الرويال رامبل 2018. في الفترة دي كان الاتحاد بيبني برون سترومان بطريقة كبيرة جدا علشان يخلوه العملاق الجديد للاتحاد، وكان بيكسب ماتشات كتير ساعتها في الوقت ده. المهم هو في ماتش الثلاثي ده طبعا هو واقف قدام اتنين من عمالقة المصارعة، كين وبروك ليسنر. ما تفهمش بقى ساعتها برون سترومان كان واكل ايه ولا شارب ايه قبل ما يطلع على الحلبة، لانه اول ما بدأ الماتش كان سخنان جامد جدا ونزل دب في كل واحد فيهم واضرب هنا واضرب هنا. رزع ركبة واحدة في وش بروك ليسنر كانت كفيله تجيب له ارتجاج. وطبعا زي ما انتوا عارفين بروك ليسنر اصلا مش بيأجل اي ريسيت عليه، بيخلص حاجته وقتي على الحلبه. طبعا كان جايب اخره من برون سترومان، راح بروك ليسنر مديله بالبوكس في بطنه وبوكس مباشر في وشه، جاب برون سترومان الارض. اداله كده واحده من اللي كان بيعملهم ايام اليو اف سي عشان ما يبقاش يشوف نفسه تاني عليه، وأدبه وراح شتمه وقال له بعدها كام داون، اللي هو من الاخر اهدى يا عم التور بقى كده عشان ايه ما احطش عليه. ونيجي لرقم 2 معانا تومي دريمر. للي ما يعرفش تومي دريمر كان نجم من نجوم اتحاد الاي سي دبليو زمان، وكان معروف في ماتشات الهارد كور وبيستخدم الاسلحه اللي هي زي الكراسي والكيندو ستيك والتراش والسلالم، فكان معروف باسلوبه العنيف. فجه في ماتش الرويال رامبل 2003 وجه دوره علشان يطلع على الحلبه، فطلع على الحلبه بعصايه الكيندو ستيك، ففضل بقى يلوش بيها يضرب ده ويضرب ده ويضرب ده، وجه عند كريس جيريكو راح ضربه على دراعه بواحده جامده قوي. الغريبه ان كريس جيريكو قال له اضربني واحده كمان، راح تومي دريمر وبكل عزم ما فيه راح رازعه واحده بالعصايه وراح جت في وش كريس جيريكو. كريس جيريكو اترمى في الارض وكانت وجعاه جامد وعورته. فهنا بقى لازم الامر ان يكون في ريسيت، ده كان هيطير له فيها عينه دي. وبعد ما فاق كريس جيريكو قام ماسك الغطا بتاع سله التراش وراح رازعها في وش تومي دريمر، وراح بعدها كريس جيريكو مسك عصايه الكيندو ستيك وبكل عصبيه راح رازعها على ظهر تومي دريمر، كان قريب من رقبته، حدف العصايه بعدها بكل غل. وفعلا في الموقف ده كريس جيريكو كان على اخره، ده كان ممكن مسيرته في المصارعه تروح خالص بسبب الموقف زي ده بجد، اللي هو انا كاني بساعدك واقول لك اضرب واحده كمان عشان تبان قويه، انت مضربها لي في وشي. والكلام ده كريس جيريكو قاله بنفسه على التويتر، نزله في تويته في 2014 لما قال حصلت لي الناس تي شوت. ونيجي للموقف التالت معانا، والمره دي حصل مع كيرت انجل من عيل محدش يعرفه غير امه غالبا، اسمه دانيال بيوتر. كان في اواخر 2004 وكان في مجموعه مصارعين متاهلين من برنامج تاف انف اللي بتعمله دبليو دبليو اي، البرنامج اللي بتعمله دبليو دبليو اي علشان تاخد منه مصارعين ليها. فطلعوا شويه منهم لعرض السماك داون، فكان في فقره لكيرت انجل المفروض ان هو بيتمنظر بيها على المصارعين وبيتحدى اي حد يعني يقول له مين فيكم بيعرف يلعب مصارعه وكده، ويطلع له الحلبه ويثبته على طول. فجه عند الواد دانيال بيوتر ده اللي جه دوره انه يلعب قدام كيرت انجل. فالواد دانيال بيوتر ده استغل ان في كاميرات بتصور وبتذاع تلفزيون واتهبل في دماغه وقال لك ايه لما قلب الموضوع بجد واضرب كيرت انجل وابين ان انا جامد. المهم طلع له الواد دانيال ده وبداوا الماتش. المفروض كيرت انجل بيمسكه يثبته على طول، والواد راح قفش في دراع كيرت انجل بحركه الكامورا لوك. الواد ده اصلا كان بيلعب ام اي، فاكر لما يعمل الحركات بتاعته دي على كيرت انجل هيبقى جامد يعني. المهم فضل قافش في دراع كيرت انجل وهو على الارض وكيرت انجل فوقيه، والحكم راح عدى بسرعه عشان يخلص الموضوع ده لان دراع كيرت انجل كان هيتكسر فيها. وكده الواد دانيال ده خسر. وبعد الماتش ده كيرت انجل فضل يكلم الواد بيقول له انت عبيط ولا متخلف ولا في حاجه في مخك ولا ايه، يلا مالك يا حيوان يا متخلف، انت اطرش يا حيوان. لحد هنا والموضوع ده خلص وكيرت انجل عداها. لكن حركه زي دي بالنسبه للمصارعين انت يالا مش عشان حافظ حركتين تيجي تتنطط بيهم علينا. وجه في عرض الرويال رامبل 2005 والواد دانيال ده كان من المشاركين في الماتش بتاع الرويال رامبل، ومن حظه الاسود لما جه الدور عليه انه يطلع كان على الحلبه 3 مصارعين من التقال والجاحدين جدا في اللعب. كان هارد كور هولي وكريس بنوا وايدي جاريرو هم اللي هينتقموا لكيرت انجل، واستلموا الواد بقى هارد كور هولي كتف الواد دانيال ده، وكريس بنوا وايدي جاريرو هتك يا ترزيع وتلطيش على صدر الواد دانيال ده نفخوه بمعنى الكلمه. وبعدها هارد كور هولي حدف الواد دانيال ده حدفه محترمه بره الحلبه، ومن ساعتها الواد دانيال ده لا حد شافه تاني ولا حد يعرف هو راح فين. ونيجي للموقف الرابع معانا وكان مع شون مايكلز.
شون مايكلز كان حكم في ماتش بين اندرتيكر وبريت هارت في عرض سمر سلام سنه 1997. بريت هارت وشون مايكلز كان في بينهم عداوه بين بعض، وكده كده اصلا ما كانوش بيطيقوا بعض على الحقيقه. فجم في نهايه الماتش بريت هارت تف على وش شون مايكلز بالكرسي، وبعزم ما فيه فعلا بجد جه يديها بريت هارت، قام وطى فجت في دماغ اندرتيكر من الجنب، وكانت ضربه شديده جدا لدرجه ان شون مايكلز نفسه اتخض. كان فاكر ان اندرتيكر اغمى عليه، وكان خايف اصلا يكمل الماتش ولا لا، ولا يعد لبريت هارت ولا ايه الدنيا. كان حاسس ان هو نايل الدنيا اصلا خالص. فخلاص كده بقى في ريسيت بينه وبين اندرتيكر ولازم هياخده. وزي ما حكيت لكم في الحلقه اللي فاتت لما كان اندرتيكر عنده ريسيت مع راندي اورتن، ان اندرتيكر مش بيحب يفوت الريسيت بتاعه، وبيرد الضربه بنفس الطريقه بنفس كل حاجه عشان يربي اللي قدامه. والحلو فيه ان هو قبل ما يضرب الضربه بيقول قبلها. بعدها اتحدد ماتش هيل ان سيل بين اندرتيكر وشون مايكلز، فطبعا ماتش دموي وفيه ريسيت، فبهدله برضو يعني. وجم في نهايه الماتش كده كده اصلا شون مايكلز بينزف، وراح اندرتيكر جاب الكرسي وراح نادي على شون مايكلز وديب فوق راسه بنفس القوه يعتبر برضه. اندرتيكر وشون مايكلز كان ليهم قصه عداوه من زمان، محتاجه دي حلقه لوحدها تتحكي فيها. ونيجي لرقم 5 معانا كين شامروك، واحد من المصارعين اللي مستواه عنيف جدا، ومن المصارعين تقال زمان. هو اصلا لعيب MMA وجاي للدبليو دبليو اي من UFC لحد ما ظبطوه وعدلوه بقى مصارع. فهو اصلا اسلوب الفايتر ده بتاعه، يعني هو مسيطر عليه برضه ان هو يلعب باسلوب الفايتر. المهم كان عنده ماتش قدام فيدر في عرض ان يور هاوس، ونوع الماتش كان نو هولدز بارد، يعني من الاخر كده ماتش مفتوح، يستخدم اسلحه يضرب جامد، الماتش براحتهم بقى. في الماتش بتاعه قدام فيدر كين شامروك شاف نفسه شويتين، بس للاسف هو جاي مع الشخص الغلط. فيدر تقيل جدا، وفي الحقيقه هو لما بيتعصب ما بيشوفش قدامه بجد، ممكن يتغاب على اي حد. ففي الماتش ده كين شامروك سخن وشغال بقى ضرب، ومش اي ضرب، ضربات بقى مباشره من اللي هي بتعمل نوك اوت، وشغال بقى في وش فيدر بوكسات شلاليت وبكل قوته، لدرجه ان مناخير فيدر اصلا اتكسرت. فما ينفعش شغل UFC ده على حلبة مصارعه. وطبعا برضه الضربات المباشره ممنوعه، لكن برضه كين شامروك ناسي نفسه وشغال، برضه شغال ضرب ضرب ضرب، بوكسات شلاليت وبالركبه في وش فيدر. فيدر خلاص كان هيغمى عليه، والتاني برضه زي التور شغال ضرب ضرب، وفيدر برضه مش قليل، لو فاق عليه هياكله. يعني ده فخدة فيدر لوحدها بس بكين شامروك كله، ما بالك بقى دراعه هيبقى عامل ازاي. ففيدر عشان يوقف كين شامروك عند حده بكل عزم وبكل قوته، ادى كلوز لاين جامد في وش كين شامروك. كين شامروك داخ لف وقع على الارض من ضربه. ما انت ما بتهداش يا ابن اللذينه. وفيدر لو دماغه قفلت هياكله بجد، ده من ضربه جابه الارض. امال لو فاق عليه شويه هيعمل فيه ايه؟ ده كمان كان فيدر دايغ بسبب الضربات المباشره كانت جايه في وشه، بوكسات في الوش كسرت له مناخيره، على شلاليت، على ركبه في الوش برضه. فكان لازم كين شامروك ياخد ضربه يتربى فيها انه يبطل الحركات المجنونه اللي عمال يزودها دي. وفعلا كين شامروك اتعلم صح انه يبطل الهيبره دي. وبهنا انا اكون خلصت معاكم الجزء الثاني من تسديد وصل الامانه بين المصارعين، واتمنى تكون الحلقه عجبتكم، وهسيب لكم لينك الجزء الاول تحت. سلام عليكم.